الثقة في النفس أول ما بتتهز بتكسر جوانا حاجات كتير، مش بس الثقة في الناس، لكن كمان الثقة في نظرتنا لنفسنا، في قراراتنا، في اختياراتنا. بنبدأ نشك في كل حاجة، حتى في الضحكة، في رأينا، وفي إحساسنا بالحاجات اللي كانت زمان بتفرحنا. بنعيش حالة كده بين الشك والخوف، كأن كل خطوة بنفكر بعدها 1000 مرة: هو أنا فعلا أستاهل؟ ولا كنت موهومة؟ أنا يارا، العروسة اللي حاولت الانتحار يوم دخلتها. كلهم قالوا عليا مجنونة، لكن محدش فكر يعرف ايه الحكاية. وانا جيت النهاردة علشان احكي. الحكاية بدأت يوم فرحي، اليوم اللي بتحلم بيه كل بنت من وهي صغيرة. طلتها بفستانها الأبيض، ونظرات الحب والفرحة في عيون الراجل اللي اتمنت تعيش معاه باقي حياتها. كنت فرحانة قوي اليوم ده، كنت حاسة ان اليوم ده هو تتويج لحياتي، وان أخيرا حلمي الصغير كبر وبدأ يتحقق. ما كنتش عارفة إن نفس اليوم اللي بحقق فيه حلمي هو نفسه اللي هيموت فيه جزء مني. كنت ماشية وسط الناس بضحك وبداري رعشة إيدي اللي خايفة من المجهول، من اللي مستنيني بعد الزفة، من الحياة الجديدة اللي كنت بسمع عنها في الحكايات كلها. كنت متوترة بس فرحانة. اللي كان مطمني إني كنت شايفة مع حسين راحتي وأماني. الليلة دي كانت المفروض تكون البداية، لكنها كانت النقطة اللي اتكسرت عندها ثقتي بنفسي للأبد. من زمان وأنا كنت عارفة إني بنت عادية، جمالها مش فظيع ولا ملامحها مرسومة زي البنات اللي كل الناس بتنبهر بجمالهم. حياتي من وأنا صغيرة كانت عبارة عن كلام بيوجع، وجع حتى من أقرب الناس ليا. كنت دايما أبص لنفسي في المراية وأقول لها نفس الجملة اللي كانت أمي بتقولها لي وبتزرعها جوايا: انتي ليه ما طلعتيش حلوة زي أختك لما؟ أيوة، أمي كانت بتقولي كده، وكانت دايما تكسرني بنظراتها ليا اللي كلها خيبة أمل، واللي كانت بتقابل لما بنظرات كلها فخر بجمالها وشقاوتها ودمها الخفيف اللي كان بيخطف إعجاب كل الناس. عشت طفولتي كلها مكسورة، وثقتي في نفسي راحت واحدة واحدة، لحد ما كبرت وبدأت أفهم واستوعب إن الجمال مش في الشكل وبس، لكن الجمال كمان في الروح، في الطيبة، في الإحساس. واللي علمني ده كان حسين جارنا وحب عمري، اللي بدأ يرجع ثقتي في نفسي من تاني. من بداية نظراته اللي كانت مختلفة عنهم كلهم، لكلامه اللي عمري ما نسيته. ولما جه واتقدم لي وأهلي وافقوا عليه، كنت أسعد واحدة في الدنيا إني أخيراً هكون مع الشخص اللي شافني بعيون مختلفة عن عيون الكل. كنت طول الفرح مش عايزة أبص على حد غيره. كنت بخاف أقرأ جوه عيون الناس النظرات اللي حفظتها من زمان، نظرات الشفقة والدهشة والاستنكار. كنت بحاول أهرب منها واستخبى في عيونه هو بس. كنت حاسة إن وجوده جنبي كفاية علشان ينسيني كل اللي اتقال عني قبل كده. كنت مستنية اليوم يخلص ونروح بيتنا، الجنة اللي حلمت بيها سنين، اللي كنت فاكراها يكون البداية اللي فيها أنا وهو بس، بعيد عن كل المقارنات والكلام. ولما وصلنا البيت كنت حاسة بتوتري بيزيد، مش خوف من حسين، بالعكس، أنا كنت شايفة فيه الأمان اللي ما لقيتوش في حضن أمي، والحنان اللي كنت بستناه من الدنيا وما جاش. ما كنتش أعرف إن الليلة دي مش هتكون زي ما رسمتها في خيالي، ولا كنت أتخيل إن كلمة واحدة ممكن تغير كل إحساسي ناحيته وتكسرني من جوه كأنها سكينة دخلت قلبي ببطء. وفي وسط هدوء البيت ومع بداية الليل اللي كنت فاكراها هيكون كله حب ومودة، سمعت منه جملة واحدة بس. قال لي وهو بيبصلي نظرة عمري ما هنساها أبدا: مش كفاية إنك سمرة، كمان المكان ده يقرف. الجملة دي كانت كفيلة إنها تقتلني من جوايا. في اللحظة دي الدنيا كلها اتقفلت قدامي.
قلبي اتكسر ونفسيتي راحت في الهوا. حسيت إن الدنيا سودت في عينيا، ومن غير ما أرد عليه سبته ودخلت الحمام وقفلت الباب على نفسي، وفضلت أعيط وأنا بصة لنفسي جوه المراية، وأنا شايفة فيها شريط حياتي وسامعة تعليقاتهم كلهم عليا. ومن غير تفكير فتحت درج الحمام اللي فيه شنطتي، طلعت منها شريط الحبوب اللي كنت باخد منه وقت القلق، وبدأت أبلعهم واحدة ورا التانية. كنت سامعة صوت نفسي وأنا بعيط، وصوت جواي يقول: خلاص ارتاحي يا يارا، مفيش حاجة تستاهل الوجع ده. الدنيا بدأت تتهز قدامي، الصورة في المراية بقت مشوشة، بس كنت شايفة عيني، نفس العيون اللي كانت زمان بتحلم دلوقتي بتودع. وقعت على الأرض وأنا حاسة بجسمي بيبرد، وآخر حاجة سمعتها قبل ما كل حاجة تختفي كانت صوت حسين بيخبط على الباب وبيزعق باسمي. وتاني يوم بدل ما أصحى على صوت زغاريد من أهلنا اللي جايين يباركولنا ويطمنوا علينا يوم الصباحية ويشاركونا فرحتنا بحياتنا الجديدة، صحيت على سقس لونه أبيض، وريحة البنج مالية صدري، وخراطيم متعلقة بإبرة في جسمي وأنا نايمة على السرير في المستشفى. كل حاجة كانت شبه الحلم، أو يمكن الكابوس. لثواني ما كنتش فاهمة أنا فين، بس لما شفت حسين واقف قدامي افتكرت كل حاجة، الكلمة اللي قالها والوجع اللي دخل قلبي زي سكينة باردة، والحبوب اللي بلعتها وأنا مش حاسة بنفسي. كان واقف بعيد مش قادر يقرب، عينه مليانة خوف وندم، بس ندم متأخر قوي. كل حاجة جوايا كانت فاضية، حتى الدموع خلصت. قال لي بصوت مكسور: انتي كنتي ممكن تموتي يا يارا، انتي مجنونة؟ بصيت له بثبات غريب، يمكن علشان خلاص الوجع عدى مرحلة الخوف. قلت له بهدوء: أنا ما كنتش عايزة أموت يا حسين، أنا كنت بس عايزة أسكت. الصوت اللي جوايا، الصوت اللي صدقك لما قلت إني مقرفة، الصوت اللي صدق كل اللي اتقالي من وأنا طفلة، كل مرة قالولي فيها إني مش كفاية. سكت ومعرفش يرد، وأنا كمان اخترت إني أفضل ساكتة وأحبس نفسي جوا 4 حيطان مخرجش منهم أبدا. يمكن يارا خلصت حكايتها، بس وجعها مسا عايش في حكايات تانية كتير، جوا حكاية بنت بتبص لنفسها في المراية ومش عارفة تحب ملامحها، أو جوا بنت بتحاول تثبت إنها تستحق تتشاف. في صوت جوا كل واحدة بتقول: يمكن أنا مش كفاية. الحقيقة إن كلنا جوانا يارا صغيرة بتدور على حضن يطمنها وكلمة تصدقها، بس قبل ما ندور على اللي يحبنا لازم إحنا نحب نفسنا الأول. وأنا من هنا بقول لكل بنت بتسمعني دلوقتي: ما تستنيش حد يديكي قيمتك، قيمتك موجودة فعلا جواكي، في كل مرة وقفتي على رجلك بعد ما وقعوكي، في كل دمعة خبيتيها وتفيتي بعدها كأنك بخير. يارا يمكن استسلمت في يوم، بس حكايتها بتفكرنا إن لسه في فرصة نعيش من جديد، ولسه فينا روح تستاهل نحبها. حبي نفسك واختاري إنك تشوفيها بنظرتك انتي، مش بنظرة حد غيرك. وافتكري إن ربنا عمره ما بيخلق حاجة ناقصة أو وحشة، هو دايما بيميزك بشيء علشان يعرفك إنك تستحقي حد يعرف يقدرك صح. لو وصلتوا لنهاية حلقتنا ياريت ما تنسوش اللايك والشير وتقولولي رأيكم في كومنتات، واستنوني في حكاية جديدة من حكايات سيلا. الثقة بالنفس أول ما بتتهز بتكسر جوانا حاجات كتير، مش بس الثقة في الناس، لكن كمان الثقة في نظرتنا لنفسنا، في قراراتنا، في اختياراتنا. بنبدأ نشك في كل حاجة، حتى في ضحكتنا، في رأينا، وفي إحساسنا بالحاجات اللي كانت زمان بتفرحنا. بنعيش حالة كده بين الشك والخوف، كأن كل خطوة بنفكر بعدها 1000 مرة: هو أنا فعلا أستاهل ولا كنت متوهمة؟ أنا يارا، العروسة اللي حاولت الانتحار يوم دخلتها. كلهم قالوا عليا مجنونة،
لكن محدش فكر يعرف إيه الحكاية. وأنا جيت النهاردة علشان أحكي. الحكاية بدأت يوم فرحي، اليوم اللي بتحلم بيه كل بنت من وهي صغيرة، طلتها بفستانها الأبيض ونظرات الحب والفرحة في عيون الراجل اللي تمنت تعيش معاه باقي حياتها. كنت فرحانة أوي اليوم ده، كنت حاسة إن اليوم ده هو تتويج لحياتي، وإن أخيراً حلمي الصغير كبر وبدأ يتحقق. ما كنتش عارفة إن نفس اليوم اللي بحقق فيه حلمي هو نفسه اللي هيموت فيه جزء مني. قال لي بصوت مكسور: انتي كنتي ممكن تموتي يا يارا، انتي مجنونة؟ بصيت له بثبات غريب، يمكن علشان خلاص الوجع عدى مرحلة الخوف. قلت له بهدوء: أنا ما كنتش عايزة أموت يا حسين، أنا كنت بس عايزة أسكت. الصوت اللي جوايا، الصوت اللي صدقك لما قلت إني مقرفة، الصوت اللي صدق كل اللي اتقالي من وأنا طفلة، كل مرة قالولي فيها إني مش كفاية. سكت ومعرفش يرد، وأنا كمان اخترت إني أفضل ساكتة وأحبس نفسي جوا 4 حيطان مخرجش منهم أبدا. يمكن يارا خلصت حكايتها، بس وجعها مس عايش في حكايات تانية كتير، جوا حكاية بنت بتبص لنفسها في المراية ومش عارفة تحب ملامحها، أو جوا بنت بتحاول تثبت إنها تستحق تتشاف. في صوت جوا كل واحدة بتقول: يمكن أنا مش كفاية. الحقيقة إن كلنا جوانا يارا صغيرة بتدور على حضن يطمنها وكلمة تصدقها. بس قبل ما ندور على اللي يحبنا لازم إحنا نحب نفسنا الأول. وأنا من هنا بقول لكل بنت بتسمعني دلوقتي: ما تستنيش حد يديكي قيمتك. قيمتك موجودة فعلا جواكي، في كل مرة وقفتي على رجلك بعد ما وقعوكي، في كل دمعة خبيتيها وتفيتي بعدها كأنك بخير. يارا يمكن استسلمت في يوم، بس حكايتها بتفكرنا إن لسه في فرصة نعيش من جديد، ولسه فينا روح تستاهل نحبها. حبي نفسك واختاري إنك تشوفيها بنظرتك انتي، مش بنظرة حد غيرك. وافتكري إن ربنا عمره ما بيخلق حاجة ناقصة أو وحشة، هو دايما بيميزك بشيء علشان يعرفك إنك تستحقي حد يعرف يقدرك صح. لو وصلتوا لنهاية حلقتنا، ياريت ما تنسوش اللايك والشير وتقولولي رأيكم في الكومنتات، واستنوني في حكاية جديدة من حكايات سيلا.